بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتتبعين الكرام، أحييكم تحية طيبة أينما تواجدتم، وأدعوكم لنتابع معا حلقة جديدة من سلسلة الأمثال الشعبية المغربية وبيان معانيها. وسنتناول في هذا الفيديو بحول الله 11 مثلا، وهي طاحت السبعة علق الحجام، 7 صنايع والرزق ضايع، زغننت لك دبانة في راسك، باش ما نقول للعبد سيدي نقضي حاجتي بيدي. إلا كان لك حاجة عند كلب قل له يا سيدي. لما تقرأ زبورك يا داود. إلا جاك القرد تيشطح طبل له. المكسب ديال الناس عريان، حاول على حميرك تحج عليه. الباب اللي يجي لك منه الريح سدو واستريح، وإلى فاتك عام ترجى غيره. ونبدأ بالمثل الأول الذي يقول طاحت السمعة علق الحجام. يقال المثل في من أخذ بذنب غيره، وفي من ذهب ضحية ذنب اقترفه غيره واتخذ ككبش فداء. ووراء المثل قصة عند العامة من أهل فاس مشهورة، ومفادها هو أن حاكما كان في مجلسه يصدر أحكامه، فإذا بأعوانه يخبرونه بأن صومعة المسجد بالقرب منه سقطت، وفي نفس الوقت كانوا يصحبون معهم حلاقا ولم يتأكد من ثبوت جريمته، فقال لهم علقوا الحجام، وكأنه اعتقد بأنه هو الذي كان سببا في سقوط الصومعة. وتروى الحكاية التي يقال أنها جرت في مدينة فاس كما قلنا بصيغة أخرى، تقول أن حلاقا كان له دكان قرب المسجد، وكان حاكم المدينة من زبائنه، وكان قد استدعاه يوما ليحلق له رأسه ويشدب لحيته، فانزلقت موسى الحلاق وجرحت الحاكم جرحا طفيفا، فاستشاط غضبا، لكنه لم يقدر على معاقبة الحلاق حالا خوفا على سمعته، فأسرها في نفسه. وذات يوم وصل إلى الحاكم خبر سقوط الصومعة وصومعة المسجد، فأمر بشنق الحلاق متهما إياه بالتسبب في إسقاطها من كثرة الماء الذي كان يستعمله في الحلاقة قبل أن يرميه على حائط الصومعة. فصارت القصة مثلا يضرب للتعليق على حكم ظالم اتخذ في حق كل من أخذ بجريرة غيره وجريمته، في حين أن الجاني الحقيقي حر طليق. أما المثل الثاني وهو 7 صنايع والرزق ضايع، فيقال لمن يتعاطى عدة مهن لكن لا ينفع في أي عمل ولا يستفيد من أي صنعة يتقنها، وربما يكون الحظ له دور كبير في ذلك، وربما يكون إهمال من الشخص وعدم إدراك للأمور وعدم إتقانه لعمله، أو عدم قدرته على تنفيذ الأمور بشكل سليم، مما يجعل نصيبه الفشل في كل أموره. المثل الثالث زغننت لك دبانة في راسك. يقال في من يرغب في القيام بعمل ما، لكن عاقبته ستكون غير محمودة إن قام به، فتنبهه وتحثه على التخلي عن ذلك، فتقول له تيبن لي باللي زغننت لك دبانة في راسك، وإن كان غائبا نقول عنه زغننت له الدبانة في راسه. فانظر بلاغة المثل، وكأن الذبابة توغلت في رأس الشخص تطن، فتحول بينه وبين التفكير السليم الذي يحميه من الخطر قبل الوقوع فيه. المثل الرابع، باش ما نقول العبد سيدي نقضي حاجتي بيدي، أي أن أتعب في قضاء حاجتي بيدي خير لي من التزلف والتذلل لمن يقوم بقضائها لي. يضرب في تفضيل التعب مع العزة على الراحة مع الدلة، ويروى اعمل حاجتي بيدي لا أقول الكلب يا سيدي.
المثل الخامس: إذا كان لك حاجة عند كلب قل له يا سيدي، ومعناه إن كانت حاجتك عند وضيع فخاطبه بالسيادة وعظمه لأنك مضطر لذلك من أجل قضاء مصلحتك. المثل السادس ويقول: لما تقرأ زبورك يا داود. المثل مشهور ومعروف، والمعنى هو أن الزبور هو معلوم والكتاب الذي أنزل على نبي الله داود، ويعني مجازا أن كلامك على ما فيه من الحكمة والنصيحة لا يسمعه منك أحد، فعلى من تقرأه أو لا لمن تقوله، فكل واحد في واديه يهيم، وقولك أو نصحك لن يسمعه منك أحد، فلا حياة لمن تنادي كما يقال. المثل السابع: إذا جاك القرض تيشطح طبله، يعني أعينه على عمله فذلك لا يضيرك، فإن ضلالته عائدة عليه، ولو عرضته مع تشبثه به لا تستطيع إرجاعه، لأن اللي فراسه. إذن عليك إلا جاك يشطح القرض ما عليك إلا تطبله. المكسب ديال الناس عريان، مثل مشهور كذلك، ويعني أنه ما طال افتخارك واعتمادك على نعيم الآخرين فسوف تجد نفسك في يوم من الأيام عديما مكشوفا، لذا شمر عن ساعدك واعتمد على نفسك لا على الغير. المثل التاسع معروف كذلك ومشهور: حاول على حميرك تحج عليه، وبدل حاول على حميرك يقال شور على حميرك، وهو كذلك مثل معروف كما قلنا يحث الإنسان على الرفق بالإنسان والحيوان والأشياء في نفس الوقت، وذلك باللين والكياسة وعدم استعمال القوة والعنف حتى لا يندى على ضياعها وفقدانها، فعليه أن يقدر كل ما يملك مهما كان بسيطا بالعناية اللازمة، وإن فعل فإنه سيحصد ثمار ذلك لا شك. المثل العاشر: الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، أي الذي يجيء بالريح والمراد تجنب الشر يسد بابه ويستريح الإنسان من شره. ونصل إلى المثل الأخير الذي يقول: إذا فاتك عام ترجى غيره، يضرب لعدم اليأس عند فوات المقصود، أي أن إن لم يقبل عامك عليك بخيره فلا تيأس، وارجو الخير في سواه ويكون خير كما نقول. وإلى هنا تنتهي هذه المجموعة المختارة من الأمثال الشعبية المغربية، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في شرحها وبيان معانيها والاستفادة منها. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وإلى اللقاء مع أمثال أخرى في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.